في تطور خطير، الحوثيون سيشاركون بحكومة الشرعية والكشف عن صرف المرتبات. كشفت صحيفة عالمية عن خارطة طريق معدلة للسلام في اليمن، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية في اليمن بالشراكة بين الشرعية اليمنية والميليشيات الحوثية. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من السعودية إحياء اتفاق السلام مع الحوثيين والتي تهاجم السفن التجارية في البحر الأحمر منذ شهر نوفمبر. وقالت الصحيفة في تقرير لها أن المملكة العربية السعودية وبدعم من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ تريد بدورها المضي قدما في خريطة الطريق، على الرغم من أنها قد تؤدي إلى تسليم مبالغ كبيرة من المال إلى الحوثيين الذين سيتم منحهم أيضا في نهاية المطاف مكانا دائما في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة، وهذا بحسب التقرير. وأضافت أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أبلغ الحكومة اليمنية والمكونات المعارضة للميليشيات الحوثية في عدن يوم الاثنين الماضي أن محادثات السلام يجب أن تمضي قدما. وأضاف أنه أبلغ الحوثيين أنه لا يتصور أن يتم التوقيع على خارطة الطريق إذا استمرت هجمات البحر الأحمر. وأخبر غروندبرغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق أنه على الرغم من الصراع يظل الحل السلمي والعادل ممكنا. الخبر منقول من عدن الغد، ودق قادة الحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها ناقوس الخطر يوم الثلاثاء قائلين إن أي خريطة طريق يجب إعادة معايرتها حتى تكون مقبولة بالنسبة لهم بحسب الصحيفة، وهذا في إشارة إلى تأكيد الشرعية على ضرورة التزام أي خارطة طريق بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا. تضيف الصحيفة البريطانية أن خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة تعكس إلى حد كبير النقاشات السابقة بين السعوديين والحوثيين، بما في ذلك دفع مبالغ كبيرة للحوثيين للتعويض عن الرواتب العامة غير المدفوعة وزيادة في الموارد المقدمة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. ويبدو أن الحوثيين يريدون الآن توقيع الاتفاق إما مع الأمم المتحدة أو بشكل ثنائي مع السعوديين، في حين يبدو أن السعوديين الذين يشعرون بالجمود العسكري بين البحرية الأمريكية والحوثيين لا يتحلون بالصبر لإنهاء مشاركتهم في اليمن، حتى لو كان ذلك يجعل الحكومة الشرعية تقدم تنازلات لإنهاء الحرب وفقا للصحيفة. وأضافت أنه ويبدو أن الولايات المتحدة أكثر استجابة لنفاذ صبر السعوديين بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن اليمن، وتحتاج واشنطن إلى الدعم السعودي لإنهاء الصراع في غزة، مما يفتح المجال الدبلوماسي للولايات المتحدة لإقناع السعوديين بالموافقة على اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي خطوات قد تؤدي بدورها إلى إضعاف نفوذ إيران في المنطقة. وأشارت إلى أن واشنطن طرحت حوافز لإقناع الحوثيين بوقف الهجمات، بما في ذلك تسريع محادثات خارطة الطريق ورفع القيود المفروضة على تجارة الحوثيين، مشيرة إلى أن المسؤولين البريطانيين يفضلون اتباع نهج أكثر صرامة مع الحوثيين على أساس أن التوقيع على اتفاق سلام مفيد للحوثيين أمر غير مبرر. وفي أوائل ديسمبر كانون الأول تم الاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة طريق الأمم المتحدة للسلام في اليمن، لكن تم تجميد التقدم على الفور مع تصعيد الحوثيين لحملة هجماتهم في البحر الأحمر، فيما وصفوه بأنه عمل من أعمال التضامن مع فلسطين. وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية تدمير مواقع الصواريخ الحوثية المتنقلة، لكن في الأسبوع الماضي قال الحوثيون أنهم يخططون لتوسيع نطاق الهجمات، ولا تزال أحجام حركة المرور للسفن في البحر الأحمر منخفضة نسبيا عند 40 ل 50% من تلك في نفس الفترة من العام الماضي. وأيضا الآن هناك مظاهرات شديدة في العاصمة المؤقتة عدن
وقد أكدت صور فوتوغرافية هذا ومقاطع فيديو أيضا تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي لاحتجاجات شعبية غاضبة في شوارع عدن الخاضعة لسيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات منذ انقلابها على الشرعية بدعم عسكري إماراتي مباشر في أغسطس 2019، مشيرين إلى تصاعد الاحتجاجات بمديريات عدن رفضا لتدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وانهيار الأوضاع الاقتصادية والعملة وارتفاع أسعار السلع منذ سيطرة المجلس الانتقالي وميليشياته على مؤسسات الدولة في عدن وعدد من مدن الجنوب بالقوى المسلحة. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة للاحتجاجات الشعبية قطع المواطنين الغاضبين عددا من شوارع العاصمة المؤقتة عدن وإشعال النيران في إطارات السيارات التالفة بدءا من الشارع المؤدي لمطار عدن تعبيرا عن سخطهم على انقطاع الكهرباء. تفاقمت أزمة الكهرباء في عدن ومدن جنوب اليمن وتصاعدت عدد ساعات القطاع أو انقطاع التيار الكهربائي لتتجاوز 10 ساعات متواصلة يوميا بعد عجز محطات توليد الطاقة وفي مقدمها أكبرها محطة بتروميسيليا بجراء نفاذ الوقود المخصص لتوليد الكهرباء. وأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن مساء يوم الأربعاء الماضي 1 مايو عن توقف محطة بترومسليا بشكل كامل عن العمل، موضحة في بلاغ أن خروج المحطة عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود الخام ما أدى إلى تفاقم أزمة ساعات انقطاع التيار الكهربائي. لكن الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في عدن استمرت حتى بعد إعلان مؤسسة الكهرباء ليلة الأربعاء عن عودة جزئية لمحطة بتروميسيلا إلى العمل ابتداء من يوم الخميس 2 مايو عقب تزويدها بكميات من الوقود رفضا للحلول المؤقتة والوعود الكاذبة. وشهدت مديرية الشيخ عثمان صباح الخميس احتجاجات شعبية واسعة على انقطاع التيار الكهربائي أشعل خلالها المحتجون النيران في الإطارات وأغلقوا الشارع الرئيسي في المديرية تعبيرا عن غضبهم من تجاهل الحكومة والسلطة المحلية لمعاناتهم. فأقام تدهور الخدمات العامة في عدن معاناة المواطنين بفعل تصاعد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتسببه في ضنك العيش لارتفاع درجة الحرارة وتعطل أعمال قطاع واسع من الحرفيين وتعذر الدراسة والاستعداد لاختبارات الشهادتين العامتين. ترافق انقطاع الكهرباء مع اشتداد واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوز سقف 1700 ريال مقابل الدولار الأمريكي، وتبعا استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية وتفاقم تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. والأوضاع لا تطاق حقا في اليمن الآن.